أنا الحرامي اللي سرقت السيارة وربنا تاب عليا، وسألت الشيخ وقال توبتك لا تصلح غير لما ترد الحق لأصحابه. لازم صاحب الحق يعفو عنك. تحب أراضيك إزاي عشان تعفو عني؟ يا عم لا تراضيني ولا راضيك، أنا مسامح من غير أي حاجة، بس تكفى رجع لي السيارة. لا طبعا، إزاي؟ لازم أعتذر لك. طب بص، روح المكان الفلاني وهتلاقي سيارتك وجواها ظرف فيه 5 تذاكر سفر لجدة، وكمان حجز فندق 5 نجوم ليك انت وكل افراد عائلتك. ده مجرد تعويض عن البهدلة اللي شفتها في الايام السابقة بدون السيارة. لو ما قبلتش الهدية هعرف انك ما سمحتنيش وان ربنا ما تابش عليا. وبالفعل كلم ابو ريان مكتب السفريات والفندق عشان يتأكد من صحة التذكرة، وبالفعل كل حاجة طلعت سليمة. حضر ابو ريان الشنط وولع كل انوار البيت ونزل. ولما سالته مراته عملت كده ليه، قال لها يا هبل عشان لو في حرامي في المنطقه هيعرف ان احنا لسه جوه الشقه. لا خلاص، انا بعد موضوع العربيه دي ما بقتش سهل. خد ابو ريان مراته وعياله وطلعوا الرحله، قعدوا على البحر وفسحوا واتبسطوا اخر انبساط، ورجعوا عشان يدخلوا الشقه ويلاقيها على البلاط، والحرامي سايب له رساله كاتب له فيها: شربتها يا كروديا؟ على الرغم من إن القصة غير موثوقة بنسبة 100%، إلا إني متأكد إنك سمعت بالحادثة دي بأكتر من طريقة وفي أكتر من بلد. في مصر على سبيل المثال كان بطل القصة هو مهندس مدني ساكن في الزمالك. اتسرقت عربيته لمدة 5 أيام ورجعت لوحدها، وجواها ورقة مكتوب عليها: أنا آسف، كنت محتاج الفلوس والشيطان غواني فخلاني أسرق عربيتك علشان أبيعها، بس دلوقتي ربنا تاب عليا ودي هدية مني ليك. مرفق مع الظرف تذاكر لمسرحية عادل إمام على سبيل الاعتذار، أرجوك سامحني. وطبعا سرب الباشمهندس عياله على بيت جدتهم وخد المدام وراح المسرحية، اتفرج واتبسط على قد ما يقدر، واشترى كيلو كباب وكفتة وروح لقى الشقة على البلاط. امشي يلا ابقى بيا كويس يا حيلتها. مع السلامة. في الحلقة دي هنفكر شوية بعقلية الحرامي، وهنشوف مين هو أول لص في التاريخ، ونشوف كمان حكاية الدراما والقصص مع السرقة واللصوص، وهل فعلا الدراما هي اللي بتاخد من الواقع، ولا ممكن الكتاب هم من غير قصدهم يكونوا الملهمين الحقيقيين للصوص. بس في البداية شكرا جدا على كلامكم الجميل ودعمكم للحلقة.